السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ مين اكتر واحد هنا بتاخدوا منه نصايح وبتستفادوا منه؟ والله هو في اخ كبير لينا هنا في المحل اللي بعد المحل ده على طول. هو في اي حاجه بنروح له فاهم، بينصحنا بيدينا نصيحه الكلام ده. هو عدى بتجارب كتير فامان عننا شويه يعني. اخ كبير لينا هو ممكن يفيدك. طب انت ممكن تدلني عليه؟ هو المحل اللي بعد ده على طول، محل السباكه اللي جاي ده. كده احنا رايحين للراجل اللي كله دلنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ مصطفى، معاك اخوك مصطفى. حضرتك احنا كنا ماشيين، كنا بنسأل عن اي حد مر بتجربة حلوة وتجربة وحشة، كويسة مش كويسة. فبصراحة هنا الشباب الصغيرين كلهم، الصغير الكبير قبل الصغير بصراحة، بس انا اللي يهمني الشباب الصغير. الشباب الصغير كله دلني على حضرتك، اللي انت عايزه. فكنا عايزين ناخد من وقت حضرتك 5 دقايق بس، تقدم لنا فيه نصيحة للشباب، لو مش هنعطلك يعني. لا يا اخويا ولا عطر ولا حاجة. ربنا يبارك لك. نصيحة لوجه الله تعالى. الكلمتين اللي انا عايز انصح بيهم الشباب وهما النهارده الشباب بتدور على الحاجة اللي هي الهلس، على الحاجة اللي هي مش كويسة، على الحاجة اللي هي بتضرهم بأكبر ضرر. النهارده الشاب ما بيفكرش ايه اضرار فيما بعد من اللي هو بيختاره. يعني مثلا الشباب اللي هي بتجري على الخناق، بتجري ما بتعرفش ضرر الخناقه ديك او اخره الخناقه دي ايه. الشباب اللي بيشرب ما يعرفش اخر ضرر الشرب ده ايه. ما هو لو عارف الحاجات دي كلها مش هيعمل الكلام ده. كلمتين لوجه الله تعالى. الشباب اللي هي اللهو الدنيا واخدها. النهارده تلات ارباع الشباب الصغير اللي موجود على النواصي لو دخلت سالته اخر مره فتحت فيها كتاب الله امتى هيقول لك مش هيعرف. طب انت اخر مره اتوضيت امتى؟ ما يعرفش اصلا كلمه وضوء، ما بيعرفش يتوضا. طب انت اخر مره اتوضيت امتى؟ ما يعرفش اصلا كلمه وضوء، ما بيعرفش يتوضا. طب حافظ اي حاجه في الدين؟ ما يعرفش. فاحنا في كارثه ما بعدها كارثه. تعالى هنا بقى اساله، تعرف فلان او فلان؟ يجيب لك ذكراه ويجيب لك اسم جده ويجيب لك اسم سته. حافظين الهلس فقط، حافظين الحاجات اللي هي تضرهم فقط لا غير. عايز اقول لكم كلمتين، حاول ترجع عن المسار اللي انت ماشي فيه وارجع الى الطريق الصحيح. وبلاش ان تقول لي الصحبه ديت وبلاش تقول لي الصحبه ديت. امشي مع الصحبه اللي بتقدمك الى طريق ربنا، وما تمشيش مع الصحبه اللي هتجيبك ورا.